السلام عليكم. إذا كنت من عشاق كرة القدم وأخبار اللاعبين، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشتراك ليصلك كل جديد. أعلن وليد صادين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مقاطعة بلاده لحفل جوائز الكونفدرالية الإفريقية كاف بمراكش احتجاجاً على استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم الأهلي السعودي من القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء. وقال صادي في تصريح لقناة الحياة الجزائرية: لن أحضر حفل توزيع جوائز الكاف، لقد أبلغت الكاف بغيابي منذ يومين. وأوضح المتحدث نفسه أن رياض محرز وفريق اتحاد العاصمة يستحقان التواجد في القوائم النهائية، ورغم ذلك تم استبعادهما، الأمر الذي يجعله يغيب كرئيس لاتحاد الكرة عن هذا الحفل على حد تعبيره. وواصل حديثه قائلاً: بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع محرز وتترقب القارة السمراء حفل جوائز الكافة الذي تحتضنه المغرب للمرة الثانية على التوالي، بحضور أبرز نجوم كرة القدم الإفريقية، وسط تفاؤل كبير بأن يكون التتويج المغربي قويا بعد الإنجازات الأخيرة لكرة القدم المغربية على الصعيد القاري.